مساء الخير عزيزاتي، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في صحة وعافية ان شاء الله يا ربي. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة اللي زوينة بزاف. كيف ما كتشوفوا هذا ماشي ملوي، ماشي بطبوط، وماشي حرشة. هذا كيتسمى حرشة ملوية. هذا نوع من انواع ديال الملوي اللي كانت كتصايبوا لينا جداتي الله يرحمها، معروف بزاف عند الناس ديال زمور والاطلس. هو عادة ما تنطيبوهش في المقلة، تنطيبوه في الفراح، والفراح واحد القدر ديال الطين كبير داير بحال القصعة اللي كنحطوه فوق العافية ديال العواد، وكنخبزو فوق منه هاد الحرشة ملوية اللي كتكون بحجم كبير من هذا. كما كتشوفوا هاد النوع من المخبوزات هو شبيه بالملوي، ولكن تيجي ناشف ورطيطب وفي نفس الوقت مقرمش وما ميدمش وما تيضرش في المعدة، كيجي لذيذ بزاف. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تكتشفوا معايا المقادير والطريقه. كنحتاجوا لهاد حرشه ملويه 3 ديال الزلايف ديال الطحين الفورس او الدقيق الابيض يكون من نوعيه جيده، وكنحتاجوا زلافه وحده ديال الفينو اي السميد الناعم. تنغربلو مزيان الدقيق ديالنا، كنضيفوا السميد الناعم، كنضيفوا الملح حسب الذوق، كنضيف واحد معلقه مع مراش ديال خميره الخبز، وكنعجنوا العجينه ديالنا بالماء الدافئ. كنضيفوا الماء بشويه بشويه وحنا كنجمعوا في العجين ديالنا حتى كنحصلوا على القوام المطلوب، اللي هو انه العجين ديالنا يكون مطلوق شويه، ما يكونش قاصح وما يكونش جاري. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تتبعوا معايا وتشوفوا القوام ديال العجين. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما كيتجمع ليا العجين تنحطو فوق سطح العمل وتنبقى نخدمو بالطريقه كيف ما كتشوفوا. هنا راه غير نقصت من الفيديو، يعني مازال خاصكم تعلكوه شويه. ثم تنحطوه في واحد الوعاء وتندهنوا الوجه ديالو بالزيت البلديه ولا زيت الزيتون، ثم تنغطيوه وتنخليوه جانبا حتى كيختمر. من بعد ما تيختمر لينا العجين تنعاودو ندلكوه واحد شويه فوق سطح العمل، ثم تنبداو اننا تنشكلو واحد الكويرات باش نبداو نوجدو في الحرشه ملويه ديالنا. كما كتشوفوا ضروري قبل ما نبداو خاصنا ندهنو يدينا بالزيت وندهنو حتى سطح العمل بالزيت باش ما تلتصقش لينا العجينه ويخسر الشكل ديالها. كنبداو نشكلو في الكويرات حسب الحجم اللي بغينا. وضروري من اننا فاش كنخدموا الكويرات اننا كندهنوا الوجه ديالهم بالزيت البلديه وكنغطيوهم باش تبقى لينا العجينه طريه وما ديرناش واحد القشره. هنا كيف ما كتشوفوا تناخذ شويه ديال الزبده اللي كندوبها وتنخلي فيها الطريفات هكا اللي ما دايبينش، وكنضيف عليها شويه ديال زيت الزيتون. دائما الزبده خصها تكون اكثر من زيت الزيتون. كندهنوا سطح العمل وتنبداو باول كويره اللي تنقرصوها، تندهنوها بشويه ديال الزيت والزبده وكنرشوها بشويه ديال السميد الناعم. انا استعملت هنايا الفينو السميد الناعم، ممكن انكم تستعملوا السميده الرقيقه. كنخدموا الكويرات كاملين وكيف ما كتشوفوا ضروري اننا فاش نكونوا كنقرصوا الكويرات نقرصوهم على شكل مربع اولا مستطيل باش منين كنجيو كنلويوه كيجينا الجوانب كتجي مقاده، ما كنحتاجوش عاد نبقاو نجبدو في العجينه ديالنا. كنكملوا التشكيل ديال الكويرات كاملين، كندهنوا بشويه ديال الزبده والزيت وكنرشوا شويه ديال الدقيق الناعم اولا السميد الرقيق حسب المتوفر. هانتوما كتشوفوا حنا كملنا كاع الكويرات اللي عندنا. دابا غادي نبداو باول مستطيل اللي شكلناه وغنخدموه بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. نفس الشيء كندهنوا بشويه تاع الزبده والزيت وكنرشوا شويه ديال السميد اولا الدقيق الفينو. ما تنقرصوهش بزاف حتى يبان لنا سطح العمل، فقط كنبسطوه شويه. وحتى الزيت والزبده ما كنديروش كميه اللي هي كثيره،
كيف ما كتشوفوا فهو منين طلق ولا يعني ساهل في التكراس ديالو. وفي النهايه تناخذوا داك الطرف الاخير ديال العجين وتندخلوه في الجوانب وكنحطوه كيف ما شفتوا في الفيديو. منين تنخدموا واحد 3 أو 4 تنرجعوا عند هادوك العجينه اللي حنا خدمناها في الاول وتنقادوها بالشكل اللي غادي تشوفوا الان. كنضغطوا من الجوانب وتنقرصوها بهذا الشكل هذا. تنضغطوا من الجوانب وتنوقفوها بالشكل اللي كتشوفوا وتنغطيوها طبعا باش كتختمر قبل ما كنمشيو نقرصوها باش نطيبوها. وطبعا الا تسالات لينا الزبده والزيت ضروري اننا كنضيف واحد الكميه حسب الكميه ديال العجين اللي بقات لينا. هنا من بعد ما خدمنا كاع الكميه ديال هذاك العجين اللي كانت عندنا فاحنا غادي نغطيوهم وغادي نبقاو نهزو اول وحده قرصناها وغادي نقرصوها بالطريقه اللي كتشوفوا بهذاك الفينو كاننا كنقرصوا الخبز، ولكن تيكون السمك ديالو اقل من الخبز. كيف ما كتشوفوا دابا غندوزو باش نطيبوا هاد الحرشه ملويه ديالنا. تندهنوا المقله بشويه ديال الزبده والزيت وكنحطوا الحرشه ملويه ديالنا. اون فوا كتشد راسها واحد شويه تنقلبوها كيف ما كتشوفوا انني تنبدا كندور فيها بهذا الشكل هذا، اما بيديه ولا ما قديتوش جاتكم سخونه فمن الاحسن تستعملوا ملعقه خشبيه كيف ما كتشوفوا. تنبقى نحركها بهذه الطريقه فوق المقله باش انها كتحمر ليا من كاع الجوانب. تنعاود نقلبها على الجهه الاخرى حتى كتاخذ اللون اللي بغيت كيف ما كتشوفوا بلا الاضافه ديال لا سكر ولا العسل. تنكملوا لها الطياب بهذه الطريقه وتنحركوا بديك الملعقه خشبيه حتى كتحمر لنا من الجوانب بزوج وتنحيدوها. هانتوما كتشوفوا هذا هو السمك ديال الحرشه ملويه ديالنا. بالنسبه للمبتدئات الا كنتم ما غاديش تقدوا تقرصوا هذيك الحرشه ملويه وتهزوها بين يدكم تناخذوا واحد طريف ديال بابي كويسون ولا ورق الفرن وتنقطعوا على شكل دائره قد ديك حرشه ملويه اللي طيبناهم في الاول باش كيسهل علينا اننا نهزوهم ونطيبوهم في المقله بكل سهوله وكيجيونا كاملين في نفس القياس. كيف ما كتشوفوا هيا العمليه ولات سهله بزاف، كنهزوها وتنحطوها بكل سهوله. ونفس العمليه كنرشوا المقله ديالنا بشويه ديال الزبده والزيت كنحطوا الحرشه ملويه ديالنا يفوا كتشد راسها كنبقاو نحركوها واحد شويه. من بعد كندهنوها بشويه ديال الزبده والزيت على الوجه ديالها وتنقلبوها على الجهه الاخرى ونفس الشيء تنبقاو نحركوا فيها وندوروا فيها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا باش كتحمرنا من كاع الجوانب. وحنا كنطيبوا هاد الحرشه ملويه في نفس الوقت حنا كنوجدوا وحده اخرى اللي كنخليوها انها باش كترتاح شويه وبحال كتنفخ لنا حدا المقله بين ما كنحطوها في المقله حتى هي باش طيب. وكنكملوا هكا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا ديال الحرشه ملويه. كما كتشوفوا فاحنا كنطيبوها وهي كتنفخ لنا من الوجه الاخر. كنستمروا بهذا الشكل هذا حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. هانتوما كتشوفوا كيفاش هاد الحرشه ملويه ديالنا جات محمره من كاع الجوانب بدون ما نضيفوا في العجين ديالنا لا سكر ولا عسل. وبغيت نضيف لكم واحد المعلومه كذلك ان هاد الحرشه ملويه الناس ديال زمان كانوا كيصايبوها غير بالزبده بلديه والسمن اللي كيكون ماشي حايل، ومن بعد ما كطيب كيسقيوها بالعسل والزبده بلديه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بتعاليقكم ولايكاتكم اللي كتفرحني بزاف بزاف.
وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي فمرحبا بكم في قناتكم. ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم والف مرحبا.